الانيميشن بتاع انفينسيبل ليه عمال يضعف؟ يعني الموسم الاول كان كده وبقى كده في الموسم التاني وبقى اسوأ في الموسم التالت. اول سبب ان في مبالغ كبيره دفعت على مؤدين الاصوات عشان هم جابوا معظم الاصوات ممثلين معروفين، وده مش اول موسم بس ده التالت مواسم، فمعظم الميزانيه راحت. وبرضه في اغاني من مغنيين مشاهير. وقبل ما اقول السبب التاني لازم تعرفوا ان انفينسيبل ده هو اساسا كوميكس، وعشان تخلص الكوميكس كمسلسل تقريبا عايز من 8 ل9 مواسم، ولو عايز تعمل انيميشن كويس الكرتون الاكشن الطبيعي بيقعد حوالي من سنة ونص لسنتين، فلو هيعملوا كده يبقى هيخلص المسلسل بعد 18 سنة. يعني لو واحد بدأ يتفرج وهو عنده 18 سنة هيبقى عنده 36 سنة لما يخلص المسلسل، فأكيد ده حل مش منطقي. فالحل الوحيد ان هم يعملوا موسم كل سنة، وبرضه هتبقى الفترة كبيرة لكن أحسن، فهم اضطروا يضحوا بجودة الأنيميشن القوية عشان ينزلوا كل سنة، فعملوا أنيميشن كويس الموسم الأول عشان كان في وقت، لكن لما جم يعملوا الموسم التاني والتالت ما كانش في وقت، فالأنيميشن ما كانش أحسن حاجة. فساعتها الناس بدأت تلاحظ إن في غلطات كتيرة وفي لقطات تحس حرفيا إنها صورة وحد بيحركها. بس عشان أقول كل حاجة برضه وأنت كمشاهد وأنت بتتفرج مش هتلاحظ إن الأنيميشن سيء للدرجة دي، هو بس مش أحسن حاجة، يعني الأنيميشن متوسط. هو بس لما أجيب لقطة وأقصها وأبطئها وأقولك إن الأنيميشن وحش فهتاخد بالك، لكن الأنيميشن في الحقيقة مش بيضايقك كمشاهد. وفي نقط أكتر ممكن أبقى أتكلم عنها في الفيديو. والسبب التالت والأخير والأكتر منطقية ليا، الموسم التالت كان الأنيميشن بتاعه الأسوأ عشان الميزانية كلها اتصرفت على شعر مارك.